بيبتدي المسلسل ببحارة في سفينة كبيرة بيرموا جثة مسروق منها كل أعضائها في البحر، ونادى عليهم واحد وطلب منهم يجيبوا له البنت الصغيرة. وكانت المركب مليانة رجالة وستات وطفلة واحدة، والبنت كانت مع والدها خايف عليها. وأول لما حس بالمجرمين بيقربوا منها أخدها خباها تحت غطاء. ودخل المجرمين دوروا عليها، فسألهم واحد من الناس اللي قاعدة على الشخص اللي أخدوه من شوية، فضربوا المجرمين وطلبوا منه يسكت خالص. ودوروا على البنت لحد لما لقوها، وفضل والدها يترجى كل الموجودين انهم يساعدوا بنته، والبنت كانت هتموت من الخوف ونادت على والدها علشان ينقذها. فقام واحد وخنق المجرم اللي شايل البنت وضربه، وهجم على باقي المجرمين بسكينة وقضى عليهم كلهم. وقوارب الشرطة وصلت بفريق الهجوم البحري الخاص، وطلعت على السفينة ودخلت أوضة لقيتها فيها سرير شبه سرير العمليات، والمكان مليان بالدم وأعضاء بشرية كمان، والجثث في كل مكان. وفضلوا يفتشوا لحد لما لقوا واحد عايش ولسه بيستنجد بيهم. حد سحبه وذبحه من رقبته قدامهم، وبعدها رفع ايده سلم نفسه وقبضوا عليه وطلبوا منه يعرف نفسه، فقال لهم رقم لانه عميل سري تبعهم. فبلغوا جهاز المخابرات بالرقم وفتحوا الملف، فلقوه باسم هان جي هيوك ومكتوب فيه انه ميت. فاستغربوا جدا واتصلوا بالمدير على طول وطلب منهم يخلوا المعلومة دي سرية ويجيبوه المركز على طول. وشرح المدير معلومات هان للرؤساء، وإنه كان أفضل عميل ميداني ونفذ عمليات سرية كتير في الخارج. ومن سنتين اتقتل اتنين من العملاء في الصين على إيد تجار مخدرات. أما هان وهوكيانج اختفوا خالص، مبقاش ليهم أي أثر، ويدوروا عليهم في كل مكان بس ما وصلوش لأي حاجة. وورى لهم صورة الشخص اللي لقوه على السفينة في الساحل الغربي، وقال لهم إنه طلع هان. وما كانش الرؤساء مصدقين إنه هو، لأنه مفيش ميت بيرجع تاني للحياة. بس المدير فهمه إنه كتبوا في ملفه إنه ميت لأن كل أسماء العملاء اتسربت. وخرج المدير يستقبل هان، ودوروا في القضية وعرفوا إن كل اللي موجودين على السفينة كانوا بيحاولوا الهروب من البلد عن طريق البحر طبعا، وحظهم وقعهم في عصابة لتجارة الأعضاء. وإن هان هو اللي بلغ خفر السواحل بالسفينة بتليفونه. وبدأوا يفحصوا هان ولقوا آثار جروح وحروق، وده معناه إنه تعرض للتعذيب كتير. وزاد الموضوع سوء لما اكتشفوا إن دمه مليان بالمواد الكيميائية، ومنهم مادة بتأثر على الدماغ وبتمحي الذاكرة. بس مش ذاكرته كاملة، لكن الفترة من أول اختفائه لحد دلوقتي. وقعدت معاه دكتورة نفسية تستجوبه على جهاز كشف الكذب، وسألته في الأول أسئلة عن حياته، وبعدها سألته إن كان ليه علاقة بموت أصحابه. فتعصب عليها وقام رمى الترابيزة في الأرض، وطلب من المدير كانج إنه يظهر له من ورا المراية، وفضل يتعصب. والدكتورة كتبت تقرير بصدق هان. وكان هان آخر حاجة فاكرها هو إنه كان في مهمة سرية في الصين علشان يقضي على تجار المخدرات، وفعلا عمل كده هو وزمايله بمنتهى السهولة. وأخدوا صور للوشم المميز اللي في إيد العصابة ومشوا وقعدوا يحتفلوا مع بعض بالنجاح ده. وقال لهم دونج إنه ناوي لما يرجع يطلب من المخابرات وظيفة مكتبية. وحتى سونج هو كمان حلم بتقضية وقته في منتجع قريب منه، وكانوا بيهزروا ويضحكوا. وفجأة واحد دخل المكان وطلع ده معالج بالتنويم المغناطيسي، ونيم هان وخلاه يرجع بالذاكرة للوقت ده علشان يفكروا بالحاجات اللي نسيها. لكن الاحتفال ده كان آخر حاجة فاكرها، وبعد كده تعب جدا فاضطر المعالج إنه يفوقه. فمسك هان القلم اللي كان المعالج بيكتب بيه، وكان هيغرزه في رقبته ويقتل نفسه، لولا إن كانج دخل ولحقه، وكان شايف إن الأحسن لو يسيبوه يرتاح ويراقبوه من بعيد من غير ضغط. بس نائب المفوض دو كانت متابعة معاه حالة هان، وقالت له إن في إشاعة قديمة بتقول إن هان هو اللي سرب أسماء العملاء من سنة، وإنهم مش لازم يستهونوا بيه. وعرضوا على دكتورة نفسية تانية، وقالت إنه بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وده بسبب إنه محمل نفسه ذنب موت أصحابه، وعلشان كده جسمه رافض العلاج. ولما طلب منها كانج إنها تكتب قرار بخروجه رفضت، وقالت له إن شكله هادي من بره بس هو من جوه ممكن يبقى غير كده خالص. بس هو قال لها إن الرؤساء قرروا كده، وساب لها قرار الإفراج ومشي. وخرج هان وراح على شقته وقعد حزين على نفسه وهو مش فاكر ايه اللي حصل له، وبص على آثار الجروح اللي مالية جسمه، وكمان كان نفسه يعرف ايه اللي حصل. وصحي تاني يوم الصبح قعد يدور على الحبوب بتاعته زي المجنون، وجات له مكالمة من سيون، ودي زميلته في المخابرات وخطيبة هيونج، وفكرته باليوم اللي قابلته فيه، ووصيته انه يرجع سليم هو وزمايله. بس هيونج رجع لها جثة وطلبت منه يعمل كل اللي عليه علشان يفتكر مين اللي عمل فيه كده. وقبل ما تمشي قالت له إنها واثقة فيه إنه هيقدر يطلع من الحفرة الضلمة اللي هو فيها. وفضل هان يحاول يفتكر ونزل راكب تاكسي وطلب منه يوصله المطار، وكانت المخابرات مراقباه. ولما التاكسي وقف عند المطار ملقاهوش حد نزل منه، فقربوا وفتشوه وقتها ما لقوش غير تليفونه، وقال لهم السواق إنه نزل في نص الطريق. وكان هان في المينا ناوي يسافر عن طريق البحر، وحاول الأمن إنه يتأكد من أوراقه، فضربهم بمنتهى الهدوء.
وطلع السفينة ولقى كانج مستنيه، وافتكر لما قابله في بداية عمله مع المخابرات وهو اللي كان مشرف على تدريباته، ولما وصل تقرير بسلبياته مسك الورقة قطعها ورماها وكان داعم قوي ليه. وفاق من ذكرياته على صوت كانج بيقول له إنه ناقش الموضوع مع الدكاترة وشاف إنه محتاج للراحة، واداله شنطة صغيرة فيها المسدس الشخصي بتاعه اللي لقوه في مكان الحادثة، وعرض عليه يرجع تاني يبقى معاهم. فوافق هان بس بشرطين: إنه يخليه يحقق في القضية اللي مات فيها زمايله بنفسه، ويخلي الناس اللي تبعه يبطلوا يراقبوه. ورجع هان لمركز المعلومات بتاع الجريمة اللي هيبقى جزء منه، وده نقطة بداية على ما يبقى مستعد للمهمات الميدانية التانية. وفي الوقت ده عرف قائد الفريق إن يوجي كمان هي قدمت طلب انضمام للمركز، مع إن سجلها الوظيفي كان ممتاز. وخرج هان من مكتبه وراح اتدرب على ضرب الرصاص، وشاف بنت هي كمان بتضرب وما كانتش عارفة تصيب الهدف خالص. وبعدها راح لقائد الفريق دونج لأنه كان طالبه، وكان عايز يعرف إذا كان هان نسي كل ذكرياته والحاجات اللي عملها فيه زمان. فقال له هان إنه بس نسي الفترة بتاعت بعد الحادثة. وكان القائد لسه هيحكي له عن سيون دخلت يوجي وعرفتهم على نفسها، وعرف هان إنها نفس البنت اللي مش بتعرف تصوب، وقال له القائد إنها هتبقى شريكته في العمل. وهم في الطريق لمكاتبهم حاولت يوجي إنها تتكلم معاه بس هو صدها، ولما رجع البيت افتكر حاجة اسم ورقم ويعرف إنها محطة مترو، فراح وفتح الخزنة بالرقم اللي افتكره ولقى فيها فلاشة. جرب بيشوف فيها إيه فلقى فيديو لنفسه بيقول فيه إنه في جاسوس في الوكالة وإنه هيحمي ذاكرته علشان يكتشف مين الخاين من غير ما ينحاز لحد. وتاني يوم بيتذاع خبر موت عضو فرقة ايدول جانج في حادثة سير، وقالت الشرطة انه كان متعاطي مخدرات وحاليا مطلوب القبض على التاجر المسؤول عن توزيع المخدرات في المنطقة. ووصل هاني المركز وافتكر الفيديو اللي شافه وبقى يشك في كل اللي حواليه، ورجع البيت حط صورهم قدامه. اما قائد المركز فراح لكانج وقال له انه كان بيحقق في قضية جانج، ولقى انه موزع المخدرات اللي في منطقته واقف مع شخص من العصابة اللي كان هان وزمايله بيعملوا اخر مهمة ضدهم. وطلب من كانج انه يسمح له يتولى القضية دي ويقبض على تاجر المخدرات ده. وكان هان هو كمان بيدور ورا العصابة، وافتكر لما كانج جابه هو واصحابه وطلب منهم ينتقموا من العصابة اللي قتلت عملاء كتير، وقال لهم انه هيسمي المشروع ده بالدب البني. وراح للمخبر الاجرامي لي تشون، وكان يعرف المدير كانج، وحتى ان المدير ساعده كتير وعامله زي اخوه الصغير، وهو حاليا بيشتغل في عصابة هو يانج بتاعة المخدرات. وسأله ان كان كانج متفق مع العصابة، وساب له عنوان وسابه ومشي. وافتكر كل اللي حصل يوم الحادثة، ووصل لحد لما الباب خبط ومبقاش فاكر أي حاجة تاني، وقعد يستجمع ذكرياته على قد ما يقدر. ودور في ملف القضية فلقى صورة تشول من العصابة، وقرر إنه يدور عليه. وكان قائد المركز هو كمان خلاص هيقبض عليه، بس المجرم حس بيهم وهرب، وفضلوا يطاردوه لحد لما ركب عربيته وخلى السواق يسوق بأقصى سرعة، وده خلاه يخبط ناس كتير. في الآخر بس العربيات بتاعت الشرطة حوطته من كل اتجاه ووقفته، واضطر إنه يسلم نفسه. ووصلت مكالمة تهديد بتطلب الحكومة بالإفراج عن شول من غير أي قيود، وإلا في المقابل هيقتلوا أفراد الشرطة كل يوم. وقفل المجرم الخط على طول. وفي الوقت ده كان هان عند الدكتور النفسية وقال لها إنه مش فاكر حاجة، بس في نفس الوقت حاسس بطاقة حزن كبيرة. فقالت له إن قوة المشاعر عنده كبيرة ولازم يخلي ذهنه صافي علشان مشاعره ما تتأثرش وما تأثرش على ذكرياته بشكل مش حقيقي. وفهمته ممكن يعمل كده ازاي، وان المشاعر زي الصلصال يقدر يتحكم فيها ويحركها زي ما هو عايز. ويدوب خرج من عند الدكتورة اتصلت بيه نائب المفوض وطلبت منه يجي لها مكتبها، وعلشان تتأكد انه يجي لها طلبت من قائد الفريق دونج انه يجيبه لها بنفسه. وطلب منه دونج انه يرفض اي حاجة تطلبها منه لانه لسه مش جاهز. وقال له ان ده امر. وصلوا للمكتب وتعرضت كل معلومات شول على الشاشة، وسألته نائب المفوض ان كان يعرفه. فوقف هان وقال لهم على اسمه الحقيقي واسم المدينة اللي اتولد فيها، وانه اصلا مش صيني لكن والده كوري ووالدته روسية. وقتل والده بإيده ودخل المافيا الروسية وانضم لعصابة هو يانج بعد كده. ورئيس العصابة بيثق فيه جدا وبيعتبره الرجل التاني في العصابة. فقالت له إن من 3 أيام الشرطة اعتقلته، وجات لهم مكالمة تهديد من الضابط جين اللي العصابة خطفته وخلته يقول الرسالة دي تحت تهديد السلاح. وبعدها قتلوه بطعنة في رقبته وصدره وبطنه، ولقوا في جسمه أكتر من 30 طعنة. ومن ناحية تانية تشول مش بيقول أي حاجة. فقال لهم هاني إن أكيد العصابة بتعمل كده لأنهم خايفين إن تشول يعترف بمعلومة مهمة، وأهم معلومات عند العصابة هم حاجتين: يا معلومة مرتبطة بمصالحهم أو مرتبطة برئيسهم، ولو قدروا يعرفوا المعلومة دي وقتها يقدروا يعكسوا الوضع. وطلب من نائبة المفوض إنها تسمح له يستجوبه بنفسه، وده كان عكس اللي طلبه منه دونج، وعلشان كده
كده أول لما خرجوا من المكتب مسك فيه دونج وكان عايز يضربه، بس هان قال له إن المفروض يبقى ضد العصابة مش ضده، ووسع إيده من عليه وراح لتشول وطلب منهم يفكوا إيد تشول ويقفلوا الكاميرات ويسيبوه يدخل لوحده. وفعلا نفذوا طلباته، وأول لما دخل مسكه وضربه وشال القميص من عليه، وكان تشول راسم وشم بتاريخه كله على جسمه. وفضل هان يستفزه بالكلام وضربه تاني، ووصل لقسم الشرطة طرد فيه إيد الضابط التاني، فخرج هان وأول لما شاف الطرد رجع تاني وقفل الباب عليه مع تشول ولف القميص على وشه وخنقه بيه، وكمان صب عليه إزازة مية وحس الضباط بيه وفضلوا يحاولوا يكسروا الباب لحد لما نجحوا ودخلوا بعدها. وبعده هان قبل ما يقتل تشول، واتعصب عليه دونج وقال له انه لازم يخرج من هنا يروح لمكتب نائبة المفوض ويبلغها انه منسحب من القضية دي، بس كمان قبل ما يمشي لازم يشوف الاتنين اللي كانوا مع تشول واتقبض عليهم ووصاه انه ما يأذيهمش. وفعلا عمل بالوصية واخد واحد منهم وجاب له اكل كمان وسأله ان كان تشول قال له حاجة، بس المجرم ما اتكلمش. فكتب له هان رقمه في ورقة وطلب منه يتصل بيه لو حب يتكلم، وسابه وخرج لقى الاسم مليان على اخره. ورجع المجرم الزنزانة وكل شوية يطلع الورقة اللي فيها رقم هان يبص فيها شوية ويشيلها تاني. أما هان فجات له مكالمة من يوجي وقالت له إنها قابلت زميل ليها كان معاها قبل ما تتنقل للمركز، وقال لها إنهم قبضوا على مجرم من عصابة مخدرات، والشرطة لقيت تليفونه وزميلها ده هو المسؤول عن استعادة البيانات منه، ولقى فيه حاجات تخصه فبعتها لها وطلب منها هان إنها تبعت له الملف. ولقى فيه الفيديو اللي صوره له فيه وهو بيضرب أمن السفينة وانتشر على النت، وكان هان فاكر إنه اتصور بالصدفة، فركن العربية ودور في ملف قضية الدب البني وافتكر كلام هان ليه وهو بيحقق معاه، وفهم إن الزحمة اللي كانت في القسم من ناس تبعه ناويين يهربوه، فلف بعربيته وجري على هناك. وهو في الطريق اتصل بيه القائد دونج بس مردش عليه وساق بأقصى سرعة، وطلع شكه في محله لأن فعلا وصلت أفراد العصابة وخرجوا تشول المسجون اللي كان شكله مسكين واداله هان رقمه. طلع هو رئيس العصابة، أول لما خرج دبح تشول، وحتى دي استنتجها هان لأنه افتكر لما كان بيديله الورقة إنه لقى نفس وشم العصابة. ووصل لقى عربيات العصابة في الطريق واستهدفها، وكان السبب في إنه يقلب عربيتين بس عربيته اتدمرت، فاضطر ينزل واتصل بيه رئيس العصابة قال له إن الانتقام هيبقى قريب، وسابه ومشي بعربيته. ورجع هان تاني لقسم الشرطة واتفرج على كاميرات المراقبة وشاف في وسط المجرمين المخبر لي تشون، وافتكر إنه لما فتح الباب يوم الحادثة لقى لي تشون قدامه. وخرج هان من اسم الشرطة وسط الفوضى والجثث والإسعاف وفقد وعيه ووقع في الأرض. وطبعا نائبة المفوض دو والمدير كانج كانوا عاملين اجتماع مع دونجو بيحاولوا يفهموا اللي حصل ويعرفوا ازاي المجرمين اقتحموا الاسم بالشكل ده، وما كانش عندهم معلومة مهمة وفهموا كل حاجة حصلت بس ما كانش فيه دليل واحد. فسألت النائبة دو عن هان، وكان هان في المستشفى، وأول لما فاق قرر يدور على لي تشون وشاف إن هو اللي هيساعده على استعادة ذاكرته من جديد. بس الأول راح للنائبة دو طلب منها تستبعده عن القضية وتديله أسبوع إجازة مرضية، وكان المدير كانج هيتكلم معاه. وقفته النائبة وطلبت من هان إن يسلم سلاحه ويمشي، وبعد ما مشي قالت إنها متأكدة إنه هيبطل تحقيقه بكده، لو عمل أي حاجة غلط مش هيبقى محسوب عليهم، وفي نفس الوقت هيستفادوا من نتيجة التحقيق في الآخر. وراح هان ليوجي وطلب منها تطلب من صديقها ما يبلغش السلطات عن اللي لقاه عنه في التليفون، فقالت له انها هتساعده بس بشرط هو انه يقول لها حقيقة وضعه. ولما قال لها اترجته يخليها تساعده لانه نفسها جدا تتعلم منه، فوافق وطلب منها تدور له على واحدة معينة وادالها معلوماتها، ودي ست مسنة وهي خالة لي تشون اللي ربته. وفعلا بعد ما يوجي عرفت مكانها في دار المسنين راحت زارتها، وعلشان توافق الست انها تتكلم معاها فكرتها بذكرياتها مع لي تشون، ففكرتها الست انها صديقته وقامت مسكت ايدها وحكت لها على كل حاجة وانها كلمته الاسبوع اللي فات. تتبعت يوجي رقم وعرفت مكانه وقابلت هان وبلغته بكل المعلومات اللي توصلت ليها، وكان هان عايز يروح من غيرها فهددته بانه لو سابها تتصل بالقائد دونج، فاضطر انه يسكت يروح معاها بالعربيه وراح للوكر موجود فيه لي تشون مع باقي العصابه، واتلموا عليه ضربوه وهرب لي تشون اول لما شافه، بس يوجي ضربته بعصايه وقعته، وجه هان وكمل عليه وطلب منه هان انه يحكي له كل اللي حصل بينهم لما جاله من سنة. فقال له لي تشون انه بلغه وقتها ان في حد من زمايله جاسوس ومش لازم يأمن لهم، وبعدها سابه ومشي. فاخدوا هان بالعربية وهم في الطريق عرف منه طريقة تهريب المخدرات وعرفوا ان في شحنة هتوصل قريب، وساب له فواتير بريد بيهربوا المخدرات بيها، وهرب هو علشان ما يوقعش في المشاكل واخد الفواتير وراح اداها للمدير كانج. ولما كانج نبهه بان النقيبة بتستغله قال له انه اتعلم منه انه يوهم الكل انهم قادرين يخدعوه لكن في الحقيقة هو اللي بيخدعهم. وفي المكتب راح سيون اتكلمت مع يوجي وقالت لها انها كانت زميلة هان في الفريق زمان وحابة تنصحها نصيحة مهمة، وهي ان الافضل ليها لو تبعد عن هان لان زمايله بالنسبة له مجرد ادوات بيضحي بيها وقت ما يحب.
ولما باقي الموظفين وصلوا عملت حجة إن أنا عايزة منهم ملف قضية، بس الحقيقة إنها خدته منهم ورمته. وبنرجع تاني لهان اللي رجع لبيته وفضل يفكر في أصحابه علشان يعرف مين فيهم اللي جاسوس. فاتصلت بيه يوجي وقالت له إن طالما العصابة مستنية شحنة كبيرة يبقى أكيد هتنقلها بعربية نقل ومخزناها في حاوية. وعدت عليه وراحت معاه للمينا وسابته يفتش الحاويات وحذرته إن في عربيات كتير جاية عليه، بس هو ولا اهتم، وحتى إنه رمى السماعة من ودنه وسمع صوت لي تشون بيستنجد بيه، فراح له لقى العصابة ماسكينه ويهددوا هان علشان يرمي مسدسه. وجاله رئيس العصابة وضربه وأخد أفراد العصابة معاهم على الفندق وربطوه على الكرسي بتاع قدامه على كل الأدوات التعذيب، وقال له إن ابنه واحد من اللي قتلهم في الأسانسير وإنه هينتقم منه. وبدأ يكهربه لحد لما أغمى عليه وبعدها فوقه، ففضل هان يضحك عليه. ففتح رئيس العصابة باب كان فيه معمل تصنيع المخدرات وقال له ازاي بيعمل تركيبة سرية خاصة بيه. وطلع هان كان قاصد يخليه يقبض عليه علشان يعرف المعلومات دي كلها، وكان بالع كبسولة فيها جهاز تتبع وعلشان يوجي تقدر توصل له. وعرف منه كمان انه كان قاصد يوهمهم بان المخدرات بتجيلهم وبيهربوها مع انهم بيصنعوها جوه البلد. فقال له هان انه لا يمكن يكون هو العقل المدبر اللي ورا كل ده، واكيد في حد هو اللي بيوجهه وانه مجرد تابع مش رئيس العصابة الحقيقي. فضربه علشان يسكته. فضل هان يحاول انه يخرج كل اللي في معدته علشان يخرج الكبسولة، لانه كان متفق مع يوجي انه هيكسر الكبسولة والارسال عندها يتقطع فتعرف ان دي اشارته ليها بالهجوم. وهو ده اللي حصل بالظبط. واتصلت يوجي بالمكتب وحاولت تاخد المفتاح بتاع الأوضة اللي هو فيه، وكان هو أصلا عمال يقتل في أفراد العصابة من غير رحمة لحد لما قضى عليهم كلهم. ودخل للي تشون وطلب منه ما يتحركش على بال ما يتصل بالإسعاف. بس لي تشون قال له إنه خلاص بيموت وقال له حاجة بصوت واطي ومات، وحاول هان إنه يسعفه بس ما قدرش. ووصلت يوجي ولقت الكل ميت ما عدا واحد كان هيقتل هان من ظهره فضربته بالرصاص. وتاني يوم الخبر اتنشر في كل المواقع الإلكترونية والتلفزيون كمان. وراح هان لإيدوه في مكتبها لأن أجازته خلصت وأخد منها سلاحه ورجع المركز، فلقوا سيون جات له عند مكان ضرب النار وسألته إن كان افتكر مين اللي قتل خطيبها هيونج أو لو افتكر أي حاجة من الحاجات اللي فاتت. وقالت له إن يوجي شكلها ساذجة وطيبة جدا فياريت ما يورطهاش معاه. فطلع هان قابلها على السطح وسألها ليه عايزة تساعده. فقالت له يوجي إنها عايزة تترقى بسرعة فسابها ومشي. ولما يوجي بترجع لبيتها بنعرف السبب الحقيقي اللي خبيته عن هان وعن الكل، وهي إن والدها كان عميل في وكالة المخابرات ومن 10 سنين هو كمان اختفى وهو في مهمة، يعني حصل معاه زي ما حصل مع هان بالظبط بس هو مرجعش. وهي قالت إن لو عرفت اللي حصل لهان هتعرف اللي حصل لوالدها. وتاني يوم ما كانش هان قادر يروح المركز ولا يتخطى اللي رئيس العصابة موبايك قاله له عن طريق قتل لزمايله، بس لما ركز في كلامه لقاه قال له انه قتلهم بالسكين مع انهم قتلوا بالرصاص، وده يثبت ان في عقل مدبر غير موبايك. والكلام اللي قاله له لي تشين قبل ما يموت هو انه بعد الحادثة اتصل بمكتب المخابرات لكن اتفاجئ بجماعة مسلحة جات له تقتله بعد ما عرفوا مكانه، وطلب منه ما يثقش في حد ابدا ومات بعدها. وفهان على صوت زميله كيان وهو بيسلمه البحث اللي طلبه منه عن ليلاك وقال له إن في معرفة بينه وبين القائد دونج. وافتكر هان لما دونج سأله إن كان فاكر حاجة من الماضي وبدأ يشك فيه هو كمان. وطلب خدمة تانية من كيان وإنه يعرف مين اللي رد على اتصال لي تشين من سنة وأكد عليه إن الموضوع ده بالنسبة له عاجل جدا. وكانت يوجي مع هيونج ابن ليلاك وده عميل قالوا إنه انتحر، وكانت يوجي دايما بتزوره وبتهتم بيه وبتقدم له فلوس كمان، لكنه رفض كل ده وقال لها إن معاه فلوس كفاية. ولما يوجي قالت له إنها حاسة بيه رفض يسمعها وقال لها إن محدش هيحس بيه غير اللي مر بنفس ظروفه وسابها ومشي. وفي الوقت ده كان كيان بيجيب البيانات اللي طلبها منه هان، لكن كان في هاكر في نفس اللحظة بيمسح كل البيانات. واتقلبت الدنيا طبعا لأن الكل حس بالهاكر وفضلوا وراه لحد لما عرفوا إنه استخدم كمبيوتر حد من جوه النظام وهو المدير ليلاك. وجابت النائبة دو دونج وقالت له إن المعلومات اللي اتسربت دي غاية في السرية ولو انتشرت فكلهم هيموتوا. ومن الناحية التانية كان هان هو كمان عايز يعرف معلومات عن ليلاك وطلب من يوجي إنها تساعده فعرفته إنه مات من سنة. وجه موظفين معاهم في المخابرات أخدوا حققوا معاها لأنها كانت تعرف ليلاك. ولما رجعت لقت هان بيدور على الطريقة اللي مات بيها ليلاك فقالت له هي كمان كل المعلومات اللي عن موته وإنهم طلعوا جثته من البحر لقوه أخد جرعة كبيرة من المنوم. واستغرب هاني إنها تعرف كل حاجة عن القضية.
فقالت له إنه كان مرشدها ليلاك في بداية تعيينها، وأخدته وراحت لهيون وما لقاهوش، ولفت نظر هان إن عنده أجهزة كمبيوتر كتيرة جدا. فقالت له إن هيون ما كانش بيروح المدرسة واتعلم من البيت، واكتشف إنه موهوب في البرمجة فعلمه والده. فقال لها هان إنهم لازم يدوروا على أي حاجة تفيدهم، وفعلا عملوا كده لحد لما يوجي لقت كارت المراسل جانج، وكان هيون مش موجود في البيت لأنه بيقابله، وطلب منه يعرفه معلومات عن حادثة والده، لكنه اكتشف إنه كان محضر له ناس يقبضوا عليه. وفضل هان ورا المعلومات لحد لما عرف مكانه وراح له على طول، هربه من الناس اللي بتطارده ولسه هيخرج بيه. وقفه هيون وقال عليه إنه كذاب وموفاش بوعده مع والده وسابه ومشي. وافتكر هان لما بعت لليلاك وطلب منه يعرف مين من فريقه عمل آخر مكالمة، ووصل القائد دونج أخد هان في عربيته وسابه مع سيون، وقالت له إنه السبب في موت ليلاك لأنه ورطه معاه. وفي مكتب المفوض العام قرروا استبعاد دو وتولى النائب للقضية بدلها. فخرجت من عنده واتصلت بدونج وسألته لو في حاجة حصلت في مهمة سوريا، وهو أنكر، بس بعت لهان وسأله. وقتها افتكروا اللي حصل في سوريا من 4 سنين، وقت ما كان هان مع دونج في نفس المهمة، واكتشف إن دونج بيسرق من الميزانية وهدده بإنه هيبلغ عنه. بس هان أكد له إنه ما بلغش ومش هيبلغ وسابه ومشي. وخرج قابل المدير كانج وقال له إنه حاسس إن النائبة دو مخبية حاجة، لأنها بعتت 3 عملاء في مهمة والتلاتة ماتوا، وقفلت الملف على كده وحطته في مستوى السرية تام ومحدش يقدر يفتحه غيرها. وطلب منه لو لقى هيون الأول يخلي فريق محايد يجمع المعلومات المسربة علشان محدش غريب يعرف معلومات سرية زي دي. وقالت له يوجي إن هيون كان مبتكر لعبة وكانوا دايما بيلعبوها مع بعض وبيتكلموا من الشات اللي فيها، وهي هتحاول تتواصل معاه عن طريقها. وقالت له إنه كان دايما طفل وحيد وملوش أي حد غير والده ليلاك. وفضلت يوجي تحاول توصله طول الليل لحد لما أخيرا رد عليها. ولما خرجت علشان تقابله جالها عميل أخدها لسيون، وكانت مراقبة تليفونها وعرفت هي بتعمل ايه. ومع ذلك طلبت منها تروح تقابله، لكن يوجي قال لها انه عايز هان هو اللي يقابله. وراح يوجي لهان واخدته على المكان اللي كانوا متفقين عليه، وسيون مراقباهم في كاميرات المكان. وفجأة تحول اتجاه الكاميرات لمكان تاني، وشاشة العرض اتكتب عليها رقم قطار. فجري هان بكل سرعته وهرب من كل اللي كانوا بيراقبوه، وركب القطر وقابل هيون جواه، وحكى له هيون عن المحادثة اللي بينه وبين والده. وكانت سيون سيطرت على كاميرات القطر ووجهت رسالة لهيون عن طريقها، وطلبت منه ما يثيقش في هان لأنه أذى والده وكسر له رجله قبل كده، وطلبت منه يخرج المحطة اللي جاية ويسلم نفسه. فنفذ هيون واتقبض عليه فعلا. وطلب هان من دو إنها تخليه يستجوب هيون، وكان أصلا في عميل تاني بيستجوبه بس هيون رفض إنه يتكلم معاه. وطلب منه يجيب له حد أعلى منه وهدده بإن كل الملفات اللي على أجهزة الوكالة زمانها بتتدمر، ودي كانت حقيقة فعلا. وفهموا منهم أول لما وصلوا أجهزتهم بالكمبيوتر بتاعه إن اتنقل لهم فيروس، والساعة 8 بالظبط هيتدمر كل الملفات اللي على النظام. ولما طلبوا منه يوقف الفيروس قال لهم إنه بينتقم من الناس اللي قتلت والده ومش هتراجع أبدا لأنه عايز يدمرهم. وبص في الكاميرات وقال إنهم وقفوا يتفرجوا على والده وهو بيموت، ولازم دلوقتي يتفرجوا عليه وهو بيدمرهم. فكلموا النائب ليه وسألوا عن طلباته، فكان طلب هيون الوحيد في الوقت ده وإنه يتكلم مع هان. واضطر النائب إنه يوافق، وقبل ما هان يدخله طلب إن محدش يراقبهم ولا يسمع كلامهم، وفي المقابل هينقذ الموقف. فوافق ليه والكل خرج من أوضة المراقبة ودخله هان. سأله طلب يقابله تاني ليه، فقال له هيون إن آخر كلمة كان بعتها لوالده في المحادثة مش مفهومة وعايز يفهم منه معناها. فحكى له هان عن مهمتهم في سوريا، وليلاك كان خبير التنصت بتاعهم، وواحد من الفريق اختلس فلوس كانت مخصصة لشراء المعلومات فخسروا الفرصة دي. وكانوا هيتخانقوا مع بعض، فجالهم ولد سوري بيساعدهم وقال لهم ان هدفه هو كمان انه يحمي بلده من العصابة الكورية اللي هم كمان عايزين يقضوا عليها، يعني عدوه مشترك، وده معناه الكلمة اللي بيسأل عليها. واقترح عليهم انه يزرع جهاز التنصت بنفسه، لكن الخطة فشلت واتقبض على الولد وعذبوه عذاب كبير لكنه ما اعترفش عليهم. ورفض ليلاك انه ينسحب ويمشي من غير ما ياخد حق الولد، واخد سلاحه وخرج قتل العصابة واتصف رجله. وقالوا ان هو كمان واثق ان والده اتقتل على ايد الخاين اللي قتل العصابة، ووعده انه يلاقيه وينتقم منه. وعرف منه كلمة السر اللي توقف الفيروس وخرج لحق الموقف ومشي. فاتصلت بيه سيون وجابته مكتبها، وكان هيون اخد تليفون من يوجي واتصل في السر بهان وقال له انه خبى عليه ان والده عرف الخاين وهو سيون.
فقفل هان الخط معاه، ومن الصدمة بتاعة التليفون وقع منه على الأرض وحس إنه دايخ، فقربت منه سيون علشان تساعده، فخنقها ومسكها من دراعها جامد وحط مسدسه على راسها. سألها مين اللي وراها، فقالت له جي هوك، وفاق لقى نفسه في عيادة الدكتورة ومش فاكر إن كان قتل سيون ولا لأ. فقالت له الدكتورة إنه ضربها بس، وطبعا سيون قدمت شكوى ضده. فطلب منه المدير كانج إنه ياخد أجازة يريح فيها أعصابه، وكان رافض يديله أي فرصة تانية، وقال له لو رفض العرض ده هيحوله للجنة تأديبية. وخرج هان من عنده لقى سيون في وشه وقالت له إنها كانت جاية تطمن عليه وتأسف لها على اتهامه ليها. فلقاها بتقول له إنه ما لقالهاش حاجة، وكل اللي عمله هو إنه خنقها وبعد كده أغمى عليه. ولسه هيسألها مين اللي وراها، جالها اتصال من النائب ليه، فاعتبر إن دي إجابة لسؤاله. وكان زمايل سيون بدأوا يحسوا إن النائب ليه بيفضلها عنهم، ولما المدير إيوك واجهه بكده قال له النائب ليه بصراحة إنه عايزها تابعة ليه، يعني بيشتري ولائها بالطريقة دي. واخد منه قضية تانية كمان واداها لها، وهي قضية تجسس. أما هان فبدأ يدور ورا سيون واستعان بصديقه كيان كالعادة، وعرف إن عندهم مشاكل نفسية كتير. فراح بيتها ويفتشه بنفسه، وشاف الأدوية اللي بتاخدها، وشاف كمان صورتها في منتجع سياحي وحس بيها أول لما وصلت، فجري استخبى. بس المدير كان اتصل بيه، ومع إن هان رفض المكالمة على طول، بس سمعت سيون صوت الرنة ودخلت تشوف كانوا خلاص استخبى. وبعد ما خرجت من البيت طلع الصورة بتاعتها، ولقى خيال الشخص اللي كان بيصورها والتاريخ اللي كان مكتوب على الصورة قديم قبل ما كيونج ينضم للمخابرات أصلا. فسأل يوجي لو واحدة تقدر تاخد خطيبها الجديد لمكان ذكرياتها مع خطيبها القديم، فقالت له يبقى أكيد لسه بتحب خطيبها القديم. فسابها وراح سأل الطبيبة اللي بتعالجها، وعرف إن جالها اكتئاب حاد بعد موت زمايلها. فخرج هان، بس التهيؤات بدأت تزيد لدرجة إن كان في شخص بيشاور له علشان يطفي الكشاف. فكره عايز يقتله وحضر مسدسه كمان، بس في آخر لحظة فاق على آخر لحظة. أما يوجي فكانت من ضمن الناس اللي طلبت منهم سيون إنهم يساعدوها في القضية. فراحت يوجي للبنت اللي معاها القضية وهي المراسلة ليان، وأول لما وصلت بيتها لقيتها انتحرت ووقع على الأرض. فبلغت بسرعة، بس ده خلى المدير يلومها، وفسرت لي سيون بإنها كانت رايحة لها علشان تحقق معاها لأن في معلومات في ملفها مش منطقية. وطلبت منها يوجي إنها تكمل بحث في القضية، وعرفت إن في عميل سري في الصين هو اللي باعت لهم سجلات دخول وخروج ليان من البلد. وده حصل من 3 شهور، وشكت إنه يكون نفس العميل اللي سرب معلومات أصحاب هان. وفضلت وراه لحد لما عرفت هو مين، واتصلت بهان وسألته إن كانت تعرفه. ولما جالها قالت له إن طالما المعلومات اتسربت يبقى الكل إما مات أو اتقبض عليه، وده الوحيد اللي نجي، ومعنى كده إن هو اللي خان الكل. وخرج هان من عندها راح المقابر، وهناك شاف نفسه وهو طفل، وافتكر الحادثة اللي مات فيها والده ووالدته. ودي كانت نفس اللحظة اللي ادى فيها المدير كانج لدو ملف هان، ويعرفها ان والده ووالدته بالتبني اتقتلوا في بيتهم، وما قدرتش الحكومة تلاقي الجاني. ووقتها هان كان عنده 10 سنين، وقضى 3 أيام فاقد الوعي جنب الجثث. ولما فاق بلغ، والطبيب النفسي شخص حالته على انها فقدان ذاكرة انفصالي، لانه نسي كل حاجة عن حادثة قتل عيلته، وده معناه ان اللي عنده ده مرض قديم. وطلب منها انهم يوقفوه قبل ما تحصل كارثة، بس هي قالت له انه اكيد كان يعرف كل الحاجات دي زمان، واختار انه يخبيها طالما انه محتاج هان يساعده، وده اللي هي ناوية تعمله. فسألها ان كانت واثقة ان هان هيفضل في صفهم حتى بعد ما يسترجع ذاكرته، وقالت له انها بره الموضوع ده اصلا. وخرج من عندها راح لسيون وحاول يتكلم معاها، بس هي رفضت، وكانت يوجي شايفاهم. وطبعا بلغت هان باللي شافته، واخدها معاه على بيته علشان تساعده في توضيح صور. وفعلا عملت كده، وبان في صورة القائد دونج، وسابته يدور في الموضوع. وراحت لمكتبها ووصلتها وثيقة رسمية من الصين بإن سجلات دخول وخروج ليان عبارة عن سجلات مفبركة. فأخدت الوثيقة وخرجت بيها، ولقت سيون في وشها، فاضطرت توري لها الوثيقة، واتفاجئت برد فعلها بتاع دو لما قالت لها إن مش لازم حد يعرف، وإنها من الوقت ده هتبقى هي المسؤولة عن القضية. ففهمت يوجي إنها بتعمل كده علشان تحمي العميل السري تشانج، وبصت لها دو واستغربت إنها عرفت اسمه، وطلبت منها ما تقولش اسمه بالسهولة دي، وسابتها ومشيت. فاتصلت يوجي بهان وحكت له على كل اللي حصل، وإنها حاسة إن في حاجة بين دو وتشانج، وطلبت منه يقابلها في مطعم البرجر اللي دايما بيتقابلوا فيه. وسبقها هو على هناك، ولقاها بتتصل بيه وطلبت منه ينزل لها بسرعة، وحس من صوتها إن في حاجة غلط، فنزل يجري عليها وعرف إنها اتخطفت، فركب عربيته ومشي ورا عربية خرجت من الجراج بسرعة، وخبط العربية أكتر من مرة علشان تقف، وفضل يطاردها بأقصى سرعة عنده عكس السير. وكانت النتيجة إن عربيات كتير عملت حادثة، ومن ضمنهم عربيته والعربية اللي كان بيطاردها. فنزل جري فتش العربية وما لقاهاش يوجي، وجات له مكالمة من شانج قال له إن يوجي في شنطة عربيته هو، وفعلا لقاها هان وكانت مجروحة. واتصل بيه تشانج تاني وقال له إنه لو استمر في البحث كل اللي حواليه هيتأذوا،
وبعدها هان أخد يوجي على المستشفى، وبعد ما اطمن عليها اتصل بسوين وطلب منها تقابله، وفضلوا يتمشوا وفكرته بكل حاجة مرت عليهم وهم مع بعض في نفس الفريق. وبعدها قالت له إنهم قبل ما تتخطب لهيونج كانت مخطوبة لشخص تاني طلب منها حاجة كان لازم ترفضها بس ما عملتش كده، وقبل ما تقول اسمه اتصابت برصاصة ووقعت بين إيدين هان، وطلبت منه ما يثقش في حد وفقدت وعيها. ونقلها هان للمستشفى وكانت حالتها صعبة جدا. وطبعا أخدوا هان للشهادة بس في أوضة الاستجواب، وكان أول سؤال سأله له المفتش عن علاقته بسيون، وورى فيديو من كاميرات المراقبة وهو بيطلع مسدسه وبيضرب سيون بالرصاصة. وأول الخبر ما وصل ليوجي وزمايلها محدش منهم كان مصدق، وطبعا اتحبس هان وراح للمدير كانج المفوض وقال له إنه بلغ النائبة دو بإن هان غير سوي، وهي تجاهلت كلامه تماما. وكان النائب ليه هناك واستدعوا دو على طول، وقالت لهم إن من السهل جدا التلاعب بتسجيلات الكاميرات وهجمت وجود كانج، وقالت إن أكيد في حد ورا اللي بيحصل وإنها هتكتشف ده قريب جدا. بس المفوض رفض إنه يسيب لها القضية وسابوها كلهم ومشوا. راح لكانج أخد هان ونزلوا عند مطعم اتعشوا مع بعض، وقال له إنه سيون لسه فاقدة الوعي، ولاموا إنه ما سمعش كلامه وما أخدش بنصيحته بالسفر لأي مكان يهدي فيه أعصابه. فسكت هان وهم راجعين كان كانج مصمم إنه يظهر لهان السلاح علشان ياخده ويخليه يهرب، بس هان افتكر كلام سيون بإنه ما يثقش في حد خالص وعمل بكلامها. وهم في الطريق ضرب هان كل العملاء اللي معاه في نفس العربية وخلى العربية اللي راكبها وعربية كانج عملوا حادثة، ونزل من العربية وتأكد إن كانج كويس وسلمه مسدسه وقال له إنه لو فعلا مصدق إنه قتل سيون يضربه بالمسدس وسابه ومشي. وبعد ثواني سمع صوت ضرب رصاص بس المدير كانج هو اللي اتصاب، وطبعا في المخابرات قال له إن هان هو اللي عمل كده. ولما دونج بلغ دو برضه ما صدقتش وطلبت منه يتابع الطبيب الجنائي. وتاني يوم وصلت يوجي المكتب فلقيته بيتلفوا ملف المراسلة ليان وقالوا إنهم هيطلقوا سراحها، وده حصل فجأة من غير ما حد يعرف إيه السبب. أما هان فكان اتجرح واتصاب برصاصة في جنبه من اللي حصل آخر مرة، وكان تعبان جدا فراح ليوجي وهي استقبلته في بيتها وعالجت جرحه كمان، ونزلت اشترت أدوية كتير. ولما رجعت لقيته فاق ومسكها خنقها وطلبت منها تقول له الحقيقة أحسن لها، وسألها هي مين، وده بعد اللي شافه في الأوضة السرية. فقالت له إن الشخص اللي صوره مالية المكان ده يبقى والدها وإنه اختفى زيه بالظبط، وعلشان كده انضمت للاسم ده معاه على أمل إنها توصل للحقيقة. وسألته إن كان فعلا قتل سيون فقال لها إنه ما يعرفش، فقالت له إنها متأكدة إنه ما عملش كده، وأخدته وخيطت له جرحه واعتنت بيه كويس جدا. ولما اتحسن وراح وقف في نفس المكان بتاع الحادثة وحاول يفتكر اللي حصل، وطلب من يوجي إنها تتتبع حركات الكاميرات، ولقت صورة واحدة في المكان بتاع الحادث. وبعد ما خلصت رجعت المكتب فلقت دونج مستنيها وسألها إن كانت شافت هان ولا لأ، بس هي أكدت لها إنها لا شافته ولا تعرف هو فين، وسابته ورجعت على مكتبها ولقت ورقة فيها رقم ملف فتحته لقيته اقتراح لشكل المجرم اللي ضرب الرصاص على سيون. لما بعت لها صورته وحددت له عنوانه فراح له وفضل يضربه، فانتحر المجرم علشان ما يقولش على أي معلومات. بس هان أخد تليفونه ونزل يوجي ووصل من المعلومات اللي فيه لشخص اسمه باي فراح له على طول. وأول لما وصل عرف إنه بيتعاطى مخدرات. بعد تهديدات حكى له باي على كل حاجة، وقال له إن السيد كيان تواصل معاه وخلاه يعمل برنامج بيقدر بيه زي في شكل أي حد في الفيديوهات، وحتى غير له فيديوهات بنفسه. ومع إنه في برامج كتير بتقدر تعمل كده، بس المميز في البرنامج بتاعه إنه من المستحيل إن حد يكتشف إن الفيديو مزيف، والطريقة الوحيدة علشان يكشف بيها الحقيقة هي أصلا إنه يلاقي الفيديو الأصلي. واتصلت بيه يوجي وقابلته وقالت له إنها كانت مع المراسلة ليان، وعرفت منها إن كل اللي حصل لها ده بسبب إنها كانت بتكتب مقالات عن شخصيات المخابرات، وإن سيون كانت مرتبطة بمدير كبير. ولما جمع هان كل الكلام فهم إنها كانت مرتبطة بكانج، فاتصل هان بالمخابرات وعرض عليهم إنهم يخلوه يقابل ليان وإدالهم عنوان تقابلوا فيه، وبعد ما يقابلهم هيسلم نفسه بس لو شاف عميل واحد هيعتبر الاتفاق دماغي. وكان كانج هو أكتر واحد متحمس وعايز يقبض عليه. وجات له دو وسألته عن كتفه فقال لها إنه بقى خير وسابها ومشي. وجاب يوجي لمكتبه بصفتها كانت زميلة هان وطلب منها تساعدهم في أوضة العمليات وجهز كل حاجة، ونشر قناصين وعملاء في كل مكان. وأول لما هان وصل ضرب واحد منهم وأخد أجهزته ومشي بشكل واضح بس باستخدام برنامج تغيير الأشكال خلى باي يسيطر على كاميرات المراقبة ويبين إنه سيون. وبعد ما كانج كان هيدي أمر للقناصة بالضرب تراجع وفضل الكل يطلب منه يدي الأمر بس ما قدرش، وعلى بال ما فاق لنفسه كان هان أخد ليان وهرب. ولما نزلت له فرقة هناك ضربها، وقبل ما يمشي بص لكانج نظرة معناها إنه كشف حقيقته وأخد ليان وهرب.
ولما وصلوا لمكان أمان سألها إن كانت تعرف مين اللي ورا الحادثة اللي حصلت له من سنة، فقالت له إنه شخص اسمه سان جوموهو، وحكت له على حاجات كتير فهم بيها إن سان جوموهو هو دونج، وراح له بيته وواجهه بكل المعلومات والأدلة اللي وصل لها، وسأله ليه حاول يقتل سيون، فقال له دونج إنه مش شايف غير اللي عايز يشوفه، وهو مش هيصحح له معلوماته لكن هيسيبه لحد لما الذاكرة ترجع له والحقيقة تذبحه، واداله الفيديو الأصلي لإصابة هان، فبعته هان ليوجي وهي قالت له إن سيون فائت، فراح لها على طول لكنه لقى كانج والعملاء مستنيينه هناك ومسلطين أسلحتهم عليه. ولما سأل عن سيون قال له كانج إنها ماتت، وقتها اتصدم إن يونجا طلعت بتخدعه ومسحت الفيديو بتاعه كمان، بس هل هتطلع فعلا خاينة ولا بتعمل كده لهدف تاني؟ ووقتها اتصدم إن يوجي طلعت بتخدعه، وفي اللحظة دي مسحت الفيديو بتاعه كمان، واتنقل هان على زنزانة وهو هيتجنن، وطول الوقت بيفكر وبيحاول إنه يربط بين الشخصيات وبعضها على أمل إنه يوصل للحقيقة، بس ما كانش عارف خالص. وحتى لما نام كان بيحلم بسيون وهي بتتصاب بالرصاص، وفاق وهو حزين، وتاني يوم كان ميعاد جنازة سيون والكل حضرها بما فيهم كانج، فراحت له يوجي وطلبت منه يرجع المكتب بسرعة، وده لأن الفيديو الأصلي اللي بيظهر براءة هان في إيد نائبة المفوض دو، وجالها خبر كمان باجتماع عاجل بلغها فيه المفوض إنهم لقوا العميل السري تشانج مشنوق ومتعلق في برج، وطلبت من المفوض انه يسيب لها فرصه تحقق في القضيتين، بس النائب ليه استفزها وقال لها ان ما عندهاش الكفاءه لده اصلا، فتحدته وقالت ان خلال اسبوعين بس هتحل القضيتين، ولو ده ما حصلش هتتحمل المسؤوليه كامله وتقدم استقالتها. وفي الوقت ده اتصل المدير كانج بالقائد دونج وخلاه يقابله بعيد عن المكتب، وقال له ان دو هي السبب في موت العملاء السريين ومش لازم يسمحوا لها بده تاني. ومشي دونج ومرت الايام وراح لهان الاوضه المحبوس فيها، وقال له ان ده مش حجز لكن مكان علشان يتعالج فيه من الادمان والحبوب اللي بياخدها، وكان ده اليوم ال 49 بعد وفاه سيون، وقال له انه عارف انه مش هو اللي قتلها لكن ده ما يمنعش ان هو السبب في موتها. ففهم هان ان كانج هو اللي بعته علشان يخليه يحس بالذنب ويبعد عن كل ده ويخرج لحياته العاديه، فطلب منه يرجع لكانج ويبلغه انه يخرج وقت ما يحب. فسابه دونج وسأل الطبيب عن حالته، فقال له انه رافض الزياره خالص، وعرف من الطبيب ان يوجي بتجيله دايما بس بيرفض يقابلها. وبعدها خرج هان وراح وقف قدام المكان اللي اتشنق فيه العميل السري تشانج، وراح ليوجي وسألها ليه عملت فيه كده، فقالت له ان المدير كانج سمعها وهي بتكلمه وقال لها ان والدها لسه عايش وموجود في كوريا بس غير ملامحه بالكامل، وعشان كده ما تعرفوش عليه، وقال لها لو عايزاه يدور عليه ويرجعه يبقى لازم تسمع كلامه كويس، وخلاها تعمل كده. فقال لها هان انه ما كانش متوقع منها كده ابدا، وعلشان كده مش هيثق فيا تاني لكن هيخليها تساعده. ورجع هان لبيته وقال ان اكيد المعلومات اتنقلت من كيونج لسيونج وهي اللي نقلت المعلومات لكانج، وده معناه ان سانجموهو عبارة عن تنظيم مش مجرد فرد واحد، وحط صورة يوجي معاهم. وراح تاني يوم لدو وطلبت منه يساعدها، ولما شاف كانج اتأسف له انه ساب مشاعره تتحكم فيه، وراح ليوجي وخلاها توضح له صورة لدونج قاعد مع ناس، وعرفت ان واحد منهم ظابط والتاني كان مديلهم ظهره ومش باين، فقال لها انه هيدور عليه، وراح للظابط وسأله عن رئيسه وهدده بأمان عيلته علشان يقول له كل حاجة، فاداله جهاز إرسال خاص بتنظيم سانجموهو وبس. وأخد وهان وطلب من يوجي إنها تطلع كل الرسائل اللي عليه، وراحوا المشرحة لجثة تشانج واكتشفوا إنه حقق نقط معينة على الوشم بتاعه بالحبر فوق البنفسجي، ودي آخر رسالة سابها، فصوروها وبعتوها لمركز حل الشفرات لكنهم ما وصلوش لحاجة. وخرجوا هما الاتنين، فقابل كانج يوجي لكنها قالت له إنها مش هتساعده تاني، وحتى لما هددها بوالدها برضه أصرت على موقفها. وكان هان سمع الكلام ده لانه بيتصنت عليه بمساعده دو، وراحت يوجي للسوبر ماركت تشتري حاجات، ففكرت شويه لحد لما لقت حل للشفره اللي سايبها تشانج دي، وهي انها توصل كل النقط ببعضها، فطلع في الاخر اسم مرض، وعرفوا انه 20 فرد بس مصاب بالمرض ده، فاختاروا منهم واحد اسمه بيونج وراحوا له المستشفى، وعرفوا انه تطوير الدواء المسؤول عن فقدان الذاكره الجزئي بيتم في نفس المستشفى، ودكتوره كيم اللي بتتابع حالته النفسيه هي المسؤوله عن تطوير الدواء ده. فراح واجهها بالكلام ده، فقالت له انها بتعمل كده بناء على تعليمات القائد دونج، ولما هان راح له وقال له دونج ان كل اللي عمله ده بناء على طلب منه هو، وراح قفل الستاير وقرب منه وقال له ان بعد الحادثه بسنه اتصل بيه وخلاه يروح له الصين، وكان شكله مريب جدا كانه وحش مدمر، ومسكه وضربه وعذبه كمان، وهدده انه لو ما سمعش كلامه هيقدم المستند اللي بيثبت انه اختلس فلوس من الميزانيه. فاضطر دونج انه يسمع كلامه ودبر له المركب اللي هتنقله لكوريا، واتصل كمان بحرس السواحل لما لقى السفينه ما وصلتش
وصلتش في ميعادها، وهو كمان اللي حط له الفلاشه اللي فيها الفيديو والورقه اللي كان فيها رقم المشروع ليوجي، وكل ده علشان يساعده. وقال له انه وقت ما سرق الفلوس كان ابنه الكبير في المستشفى وما كانش قادر يدفع مصاريف العلاج من مرتبه، لكن هو في الحقيقه ولا حرامي ولا شخص قذر ولا حاجه، وعايز يفضح المجرم اللي عمل كده في زمايله زيه بالظبط. وفي اللحظه دي كانت يوجي انتحلت شخصيه طبيبه وسرقت بطاقه دخول للمستوى اللي فيه تطوير الادويه، وبعتت له رساله لهان بكده، ودخلت لاوضه مكتوب عليها منطقه محظوره، ولقيت فيها الشخص المريض اللي كانت بتدور عليه، ولقيته في غيبوبه لانها بيستخدموا علاج بيشل من حركته. وطلعت تليفونها علشان تتصل بهان بس ما عرفتش، فاخدت المريض بسريره وطلعت بيه. ولما الامن وقفها ضربت واحد منهم برصاصه في رجله، واخدت المريض على عربيه الاسعاف، لكن جالها واحد هددها واخد عربيه الاسعاف ومشي بالمريض. والحراس كانوا لسه هيتلموا عليها، جالها هان واخدها بعربيته ومشي بيها وراح عربيه الاسعاف، فبعتوا لها رساله بانها لو مشيت وراهم هيقتلوها، وسابوا عربيه الاسعاف قدامها وبينجع على سريره بره العربيه وقتلوه برصاصه. فنزل هان من العربيه وطلب منها تسوق، وقرب هو من عربيه الاسعاف بمسدسه، فطلع حد من الاسعاف ورمى على عربيتهم قنبله، وبسرعه البرق مسك هان ايد يوجي وخرجها من العربيه، ومن قوه الانفجار فقد وعيه وجالها الشخص اللي رمى القنبله ورفع سلاحه عليها وضربها رصاصة وهرب. وفاق هان على صوتها وبدأ يفتكر حاجات من اللي كان ناسيها، وجري على يوجي يطمن عليها ولقاها لابسة قميص واقي للرصاص. ولما الإسعاف وصلت قالت له إن كانجا قال لها عليه إنه والدها، وإنه سمى نفسه بايك واشتغل مع العصابة ونسي كل حاجة عن حياته القديمة وحتى إنه غير شكله. وسألها عن آخر رسالة وصلتها، فقالت له إنه كان مكتوب فيها إنهم ما يدوروش عن الإجابة في مكان بعيد لأن الإجابة موجودة بينهم. ودي كانت نفس الجملة اللي قالها له المدير كانجا قبل كده. وكان كانج في نفس الوقت ده في اجتماع المفوض والنائب ليه، وكان معاهم اتنين تانيين من رؤساء المكتب الخارجي، واحتفلوا باستقالة النائب دول لان المدة اللي كانوا متفقين عليها عدت، القضايا ما اتحلتش، وطلبوا من المفوض انه يختار حد مكانها. وكان كانج متوقع انه هيفوز بالمنصب ده طبعا، وفعلا ده اللي حصل. وقدم النائب ليه اقتراح بتغيير الطاقم بتاعه لان الانتخابات على الابواب خلاص ولازم يبقوا عاملين حسابهم كويس قوي، وقال كل الاقتراحات اللازمه وطلب منهم يمضوا عليها بالموافقه. وراح لها دونج ساعدها واخد حاجتها علشان يوصلها بعربيته، وهي خارجه وراه قابلت كانج وقالت له ان مش هي دي النهايه لكن البدايه الحقيقيه، ولازم يبقى مستعد كويس للحرب معاها. وقابلت هان بعد كده وقالت له ان مركز المخابرات مخلص للحكومه مش للبلد، واستغلوا المعلومات الكتيره اللي معاهم عن اشخاص ليها قوه وتاثير علشان يوصلوا للي هم عايزينه، ولازم حد يوقفهم عند حدهم بقى. وقبل ما تمشي طلبت منه معروف هو انه يخلي عينه على المدير كانج. والمفاجاه ان النائب ليه بدل ما يتخلص من هان قرر انه يعينه معاه في الفريق لانه شاف انه بالطريقه دي بيسيطر عليه. وحتى المدير ايوك اتكلم معاه في النقطه دي، واتكلم كمان عن تعيين باي قائد للفريق مع انه كان اقرب واحد ليه وبينفذ له كل طلباته، وده كان مخليه يتوقع انه هيختاره هو، بس ليه قال له انه حاليا الاهم عنده هو المصلحه العامه. فاخد بيوك ملف وراح بيه الكانج وطلب منه يشوفه وبعدين يختار ان كان عايزه في صفه ولا لا. اما يوجي فخرجت مع زمايلها في المكتب واتعشوا مع بعض، وقالوا لها ان ده هيبقى اخر لقاء بينهم لان الفريق هيتفكك، ودي كانت صدمه كبيره ليوجي. وتاني يوم راح هان لصديقه ليه ووراها صوره نائب المدير العام لهيئه الامن في كوريا الشماليه لما كان قاعد مع دونج، وسالها تعرف ايه عنه، فقالت له ان عصابه المخدرات وفرت كميات لابناء مسؤولين كتير وابن الشخص ده كان واحد منهم. وحس من كلامها انها مخبيه عليه حاجه، ولما سالها قالت له انها مش هتقدر تقول حاجه اكتر. واتصلت بيه يوجي وقالت له انها بحثت كتير لحد لما عرفت ان الشركه بلانيت هي اللي عملت جهاز الارسال لجماعه سانجموهو، فاخدها وراحوا على شركه بلانيت على طول. وقعدوا مع محامين الشركه، فرفض هان انه يتكلم معاها، وجاله صاحب الشركه بنفسه، وبعد ما شاف الجهاز قال لهم انه فعلا هو اللي ابتكره، بس مش فاكر لمين بالظبط ولا امتى ده تم. وما عرفوش منه اي معلومه مهمه، لكن هان اكتشف انه كان بيراقبهم طول الوقت. ولما رجعوا المؤسسه قابلهم ليه وبلغهم انهم هيبقوا في قسمه. وراح هان لكانج وساله عن شعوره بعد ما فاز بالمنصب اللي حلم بيه لسنين كتير، لكن في المقابل قتل سيون، فطردوا كانج من مكتبه. بس قبل ما هان يخرج اداله صوره سيون في المنتجع السياحي معاه واللي لقاها في شقتها زمان، وخرج من عنده وهو بيقول ان عمره ما هينسى وعده لسيون بانه ينتقم من المجرم. وراح ليوجي بس ما لقاهاش لانها كانت بتقابل زميل ليها كان بيتابع قضيه ليان، قال لها انها ماتت في حادثه عربيه. راحت معاه لاسم الشرطه علشان تشوف الكاميرات بتاعه المراقبه، فما لقيتش اي اثار لاي فرامل للعربيه. وحتى الضابط المختص كان مستغرب جدا من شكل الحادثه. وحست يوجي ان
ان ممكن يكون في ارتباط بينها وبين سانج موهو، وطبعا هان كان معاها في كل التحريات دي. وجاله اتصال من دونج طلب يقابله في مكان بعيد عن انظار الكل، وقال له انه بحث كويس عن دو، وعرف ان بعد ما العملاء اتعرفوا واترحلوا بشكل جبري من الصين، اشتغلت دو مع عدد قليل منهم بس ما يعرفش ايه الاعمال اللي عملوها لها. وكانج كان بيجمع المعلومات في السر عن بلانت، وطبعا الموضوع ده شد انتباه هان جدا، وطلب من دونج انه يدور اكتر عن الموضوع. وقبل ما هان يمشي طلب منه دونج يخلي باله على نفسه. ورجع هان تاني ليوجي، وبالمعلومات اللي وصلوا لها اتاكدوا ان في علاقه قويه بين سانج موهو وبانت، ووصلوا لكشف حساب مسؤولين كتير ولقوا ارقام كبيره بتضاف لحسابهم في نفس الوقت الانتخابات، وده معناه ان سانج موهو هي اللي بتتحكم في نتيجه الانتخابات. فخرج هان راح لصديقته اللي دايما بتمده بالمعلومات، والمره دي عرف منها ان المسؤول اللي مع دونج في الصوره مات في نفس الوقت اللي حصلت فيه الحادثه بتاعته هو واصحابه. وما كانتش تعرف اي حاجه عن الوفاه غير انها جريمه قتل، والمسؤولين في كوريا الشماليه اخذوا جثته في منتهى السريه علشان ما حدش يعرف انه كان ناوي ينشق عن الشمال وينضم للجنوب. فسبق هان ونزل وهو بيفكر في كلامها، فجاله اتصال من يوجي وقالت له انها وصلت لاخر مكالمه لليان قبل ما تموت، وكانت من تليفون امن تبع عملاء المخابرات. فطلب منها تبعت له الرقم، وقفل الخط من غير ما يقول لها على مكانه ولا ناوي على ايه. واتصل بالرقم اللي بعتته له، بمجرد ما صاحب الخط فتح المكالمه قال له هان انه يعرف كل الجرائم اللي عملها واللي ناوي يعملها، وطلب منه يقابله بعد ساعتين. وكانت يوجي بتحاول تتصل بهان، فشافها نائب المفوض ليه وطلع يعرف كل حاجه عنها وعن والدها، وادالها ورقه مكتوب فيها اسم ورقم الملف اللي فيه كل حاجه عن والدها، وطلب منها تقراه وهي هتعرف الحقيقه كلها. فاخدت منه المعلومات ورجعت لمكتبها، فتحت الملف على طول. وكان هان وصل للمكان اللي اتفق عليه مع صاحب الرقم، ووصلت عربيه سوداء فيها شخص، وبدل ما ينزل يتكلم معاه حاول يضربه بالعربيه، وفضل هان يحاول يهرب منه ويضرب عليه رصاص لحد ما الشخص اللي في العربيه خبط في عربيه تانية والعربيه وقفت. فكسر هان ازاز الشباك واتصدم لما شاف الشخص اللي فيها لانه كان كانج، وطبعا مجروح من الحادثه، فاخده وجري بيه على المستشفى. فجاله اتصال من دونج وقال له انه وصل له فيديو جديد وبعته له على طول. ولما هان فتح الفيديو ده لقى نفسه بيقول ان في واحد من الفريق تواصل مع واحد من بره وهو كيم، وده زميله اللي مات في الحادثه. فاتصدم هان وحس انه دايخ ووقع على الارض. وده كان نفس الوقت اللي راحت قابلت فيه يوجي نائب المفوض دو، ورفعت عليها سلاحها وسألتها إن كانت هي المسؤولة عن اللي حصل لوالدها ده ولا لأ. فقالت لها دو لو واثقة إن دي الحقيقة يبقى الأفضل لو تقتلها، وفضلت واقفة قدامها فترة وبعدها سابتها ومشيت. وبنرجع تاني لهان اللي كمل الفيديو، كان بيقول فيه إنه شاف اللي حصل بعينه، وإنه بعد أسبوع من دلوقتي هيوصل له فيديو تاني بيقول فيه مين اللي قتل أصحابه. بس قبل ما يشوف الفيديو لازم يعرف الجاسوس اللي في الوكالة الأول. وفي الوكالة كان المفوض عامل اجتماع مع النائبين بتوعه، وواجه النائب ليه بمصاريفه وقال له انه تعدى الحدود، وبمنتهى الجرأة قال له ليه انه ما كانش لازم يعمل عداوة معاه هو بالذات، وهدده بشكل صريح بان الانتخابات على الابواب وهو هيعرف عنه حاجات كتير، وسابه وقام. وبدأ هاني يدور ورا كيم، وعرف ان النائبة دو هي اللي اختارته للمهمة دي، وانه كان يتيم واتجوز من زميلته في الملجأ، وطلب من صديقه انه يدور له على معلومات اكتر. وتاني يوم راح للمكتب فلقى يوجي مجمعة حاجتها وماشية، فاخدها على سطح المبنى وقال لها ان سانجموهو خلى المدير كانجي يسوق العربية غصب عنه زي ما عمل مع ليان، وان في مكان واحد هو اللي يقدر يعمل كده وهو المكتب الداخلي. بس يوجي عرضت رأيه وقالت له ان في حد تاني غير سانجموهو هو اللي ورا كل ده، وهي النائبة دو، وهي اللي قتلت زمايله زي ما باعت والدها. وقالت له انها قابلتها امبارح وعرفت انه بيتجسس عليها بمساعدتها، وطلعت تليفونها كسرته، وقالت له انها من الوقت ده مش هتساعده. فهددها انها لو مش زميلته فهيعتبرها عدوته. فقالت له انه اصلا عمره ما اعتبرها زميلته، وسابته ومشيت. وراحت للنائب ليه وسالته عن سانجموهو، فقال لها انها فضوليه وتهرب من الاجابه، بس كمان لمح لها انه قريب هتبقى دراعه اليمين وبديل لسيون. واخدها لاوضه المراقبه ولقيت النظام متصل ببلانت، وادالها مكتب وطلب منها تراقب الكاميرات كويس، وطلب من شخص تاني يراقبها علشان يعرف مدى ولائها ليهم. وكان هان في الوقت ده بيقابل دونج، وساله عن اقرب الناس لكيم، وساله كمان عن مكان زوجته، وعرف منه انها صاحبه صالون تصفيف للشعر، فراح لها على طول. وبعد شويه وصلت بنتهم وقالت له انها ما شافتش والدها حتى، وحكيت له ازاي وصل للمهمه دي. ورجع هان لبيته وضاف صوره دو لاسماء الناس المشتبه فيها، وقال له انه بمجرد ما يعرف الخاين هيعرف القاتل على طول. وراح لصديقه كيان تاني، والمره دي ساله عن اخر مكالمه عملها كانج وقت الحادثه، فعرف انها كانت للمدير ايوك. وطبعا هان ما فوتش الفرصه وجري على مكتب ايوك وساله يعرف ايه عن سانجموهو، وقال له انه شاكك ان نائب المفوض ليه هو رئيس
رئيس سانجموهو بس محتاج دليل قاطع لده. فعرف منه انهم ناويين يقضوا على اخر دليل وهو نائبة المفوض دو، فجري على مكانها وهي كانت خرجت بتقابل والد يوجي علشان تصفي الخلاف وسوء الفهم اللي بينهم، وطلب منها تقول له هو مين. وكان فريق النائب ليه كلهم بيراقبوهم، مش بس كده ده كمان محضر قناصة علشان يقضوا عليهم كلهم. فبعتت يوجي رسالة لهان من غير ما حد يشوفها وعرفته مكان القناصة وطلبت منه ينقذهم بسرعة. فضرب رصاصة في مكان قريب من دو وخلاهم ينتبهوا وبعدوا عن مرمى القناصة، وقبل ما يمشوا من المكان كان ليه عامل حسابه محضر قنبلة في المكان انفجرت في دو، ووالد يوجي هو اللي نجي. وجاله هان وهدده بواحد من رجالته علشان يوافق يتكلم معاه، وسأله ايه اللي خلاه يرجع تاني لكوريا. فقالوا انهم يشبهوا بعض كويس وهما الاتنين عايزين ينتقموا من اعدائهم لان الماضي مش بيختفي. وطلع مسدسه وضرب الراجل اللي كان هان بيهدده بيه ونط في مركب قريبة بسرعة جدا. وافتكرت يوجي لما راحت لهان وعملت معاه صفقة، وهي انها توهم ليه انها بقت معاه وتنضم لفريقه، وقتها هتقول له كل المعلومات اللي محتاجها وفي المقابل ما يقتلش والدها لانها لسه مش متاكده ان كان فعلا والدها ولا لا. وفعلا هان عمل كده وفاقت دو وافقت مع هان وسالها ليه كانت مختاره كيم ولو كانت طالبه حاجه منه قبل المهمه بتاعته. فقالت له انها عرفت ان بايك موسى على الحدود وبيخطط لحاجه مع النائب المدير لهيئه الامن في كوريا الشماليه وانه كان ناوي ينشق. فبعتت له كيم بس ما قالتش بشكل صريح انها امرت بقتله. ومشي هان وبقى يفكر في كلام دونج لما قال له ان الماضي هيرجع وهيذبحه، وفهم انه كان موجود وحضر حادثه قتل زمايله. وراح اطمن على كانج من دونج وعرف انه لسه في غيبوبه، فقابل ايوك وحذره ان سانجموهو بتتخلص من كل الناس اللي اتعاونت معاهم قبل كده والدور هيبقى عليه هو. فقال له ايوك كل حاجه يعرفها، ورجع هان لبيته وحرق كل الصور اللي عنده. وبنشوف نائب المفوض ليه راح تاني يوم لمقر بلانيت وقابل صاحب الشركه وهدده، طلب منه يسمع كل تعليماته وما يعرفش حد بالكلام اللي بينهم ده ابدا، وطلب منه يبعت له كل محادثاته ومكالمات اي حد يحتاجه وسابه ومشي. واتصلت يوجي بهان وكانت لسه بيتكلموا وقالت له على معلومات بس الخط قطع، ولما اتصل بيها لقى تليفونها مقفول وللاسف انشغل باتصال من كيان قال له اسم الطبيب المسؤول عن تطوير عقار فقدان الذاكره وعرفه مكانه. وعلى طول وصل له هان بس الطبيب قال له ان الوحيد اللي هيقدر يوصل للمعلومات دي هو صاحب بلانيت، وكان لسه صاحب بلانيت هيمشي من الشركه. جاله هان وضربه وطلب منه يقول له الرقم السري والا هيقتله. والمفاجاه ان النائب ليه قرر انه يلعب على المكشوف وظهر له، فاتهمه هان بانه قتل نائب المدير العام لهيئه الامن في كوريا الشماليه وبعدها حاول يتخلص منهم. بس ليه قال له ان ده سيناريو من تاليفه وانه كان بيحاول بكل الطرق علشان يحافظ على المؤسسه. لكن هان قال له انه قتل كل اللي وقف في وشه ورفض انه يقتنع بكلامه ورفع عليه مسدسه علشان يلم نفسه. فطلع عليه تليفونه وطلب من رجالته انهم يدخلوا يوجي، وطلع هو اللي خطفها وقال لهان انه ما قدرش ينقذ زمايله القدام بس يقدر ينقذ يوجي. فنزل هان مسدسه وقبل ما ليه ياخده جات له مكالمه من كانج لانه فاق من الغيبوبه وقال له انه موجود مع المفوض وكل المدراء، ووصلهم فيديو من هان قبل ما يفقد الذاكره بيقول فيه مين هو القاتل، وعرضوه على كل الشاشات وكانوا كلهم متوقعين ان هان هيقول ان ليه هو القاتل. لكن المفاجاه اللي صدمت الكل واولهم هان نفسه انه قال ان هو القاتل. وافتكر هان كل حاجة حصلت وقتها لما جه يدخل الأوضة على زمايله فقالوا له إن المعلومات اتسربت وفي حد منهم هو اللي عمل كده، فأخدهم وراح لشين يانج من غير ما يفتحهم في أي حاجة، وهو اللي راقب دونج مع نائب الهيئة الشمالية وموسى كان الحارس بتاعه. وقرروا إنهم يفضلوا مراقبينهم. لكن هان كان بدأ يشك في كل زمايله لدرجة إنه فتش في تليفون كيونج وقال له إنه شاكك في كيم وحاسس إنه جاسوس، والكلام ده طبعا أثر على هان وبقى محتار يصدق مين فيهم. وبعت هان كيم علشان يراقب النائب فلقاه في اوضته والنائب مقتول، وفضل كيم يقسم له انه ما عملش حاجه. فطلب منه هان انه يهرب الاول وفعلا هربه هو الاول ونزل وراه. ولما وصل الاوضه لقى كيم وهيونج رافعين على بعض المسدسات وكل واحد فيهم بيتهم التاني بالخيانه. فضرب كيم كيونج وقال لهان انه عمل كده لانه خاين، وفجاه رفع سلاحه علشان يقتل واحد ورا هان كان جاي يقتله، بس هان فكره انه عايز يموته هو وقتله. ولما عرف الحقيقه الندم وتأنيب الضمير كانوا هيقتلوه فهرب وتعاطى المخدرات. ووقتها ذاكرته القديمه رجعت لما الحرامي مسك والده في المطبخ، فمسك هان مسدس والده بدل ما الرصاصه تيجي في الحرامي جت في والده، وقرر انه يقتل نفسه علشان يتخلص من الالم لانه مش قادر يكمل حياته كده. لحد لما جات له فكره انه يمسح ذاكرته ويرجع للمنظمه ويعرف مين اللي كان ورا الخيانه دي وينتقم منه ويقتله. واول لما الفيديو خلص مسك هان وقتل كل الحراس اللي موجودين في الاوضه، ولسه هيقتل ليه منعته يوجي ووقع هان في الارض وفقد وعيه واتقبض عليه. وطلبت يوجي انها تتكلم معاه وفعلا دخلت له الحجز وقالت له انه مش وحش لكن ما
كانش قدامه حل تاني، وعلشان كده هي بتثق فيه وكلامها أثر فيه جدا لدرجة إنه فضل يعيط. وفي الوقت ده كان ليه حضر لجنة تأديبية للحكم على هان، ولما كانج عرف كده راح له وسأله ازاي يعمل كده قبل ما يعرف المجرم الحقيقي، وطلب منهم يفرجوا عن هان فورا. وراح كانج لهان وقال له انهم اتعاونوا مع ليه، بس اكتشفوا بعد كده انهم غلطانين. ولما راح لسيون علشان يحذرها ان تنظيم سانجموه وقرر يقتلها، ما ادتلوش فرصة انه يقول حاجة، وهو حاليا حاسس بغلطته وعايز يكفر عنها، علشان كده محتاج مساعدته علشان يكشف ليه. واداله ملف قضية والده وقال له ان البحث الجنائي اكتشف ان في ثقب في الحيطة وده مصدره المسدس اللي كان في ايده، لكن الرصاصة اللي صابت والده من مسدس مختلف، وده معناه ان مش هو اللي قتل والده. وطلب منه يسامح نفسه ويفكر في اللي جاي احسن. وخرجه من الحجز، واول حد راح له هان هي النائبة دو وسألها عن الحقيقة، فقالت له ان كيونج كان تبع سانجموه وهو اللي قتل نائب الشمال. فدت امر الكيم انه يقتله، لانه لو ما كانش عمل كده كان هو قتلهم هما الاتنين، وكانت فاكره ان الجاسوس اللي تبع ليه هو اللي قتل كيم، وعلشان كده كانت عايزه هان يسترجع ذاكرته. لكن دلوقتي اتقلب الموضوع ضدها، ومفيش حاجه هتقضي على ليه دلوقتي غير اعترافه. فاتحد هان ويوجي وكانج ودونج علشان يكشفوا حقيقه ليه، وضموا ليهم ايوك كمان علشان يساعدهم بالمعلومات اللي يعرفها ضد ليه. وبعد ما قال لهم اللي عايزينه رجع لعربيته وافتكر اخر كلام دار بينه وبين ليه لما ليه قال له انه شغال معاه بقاله 28 سنه، يعني فتره اكتر من زواجه، ووكله مسؤوليات اكتر، واتفق معاه انه يخدع هان واللي معاه، وفعلا ده حصل. وطلع تليفونه وقال له انه تواصل معاهم وحكى له على كل اللي اتكلموا فيه. ومش بس كده، ده كمان بقى يعرف هم وصلوا لايه ويبلغ ليه باخر الاخبار، زي انهم تواصلوا مع الرئيس شين وطلبوا منه يسلمهم كل الملفات اللي تثبت خيانه ليه. ولما ليه راح له تاني يوم علشان يلحقه قبل ما يعمل كده، لقى كانج مستنيه هناك وقال له انه كان مستنيه، وحكى له انه خدمه جدا لان لولا التسجيل اللي سجله له وسمعوه لشين بانه ناوي يقتله ما كانش شين وافق يسلمهم حاجه اصلا. وطبعا سمعوا الحاجات دي بالاتفاق مع ايوك. ولما ليه هدد كانج وقال له انه كلهم على بعض مش قده ومش هيقدروا عليه، رد عليه كانج بانه بيتمنى بيكون هو قد ايه اللي هيحصل له، وامر بالقبض عليه، بس رفض انه يتكلم او يعترف باي حاجه. فطلب هان من يوجي انها تراقب كل اللي كانوا حواليه ومن ضمنهم القائد باينج. وراح هان يتكلم مع ليه بنفسه وساله ان كان هو اللي وظف كيونج وخلاه يقتل نائب الشمال، وما كانش ليه عايز يجاوبه، واستفزه بموت سيون. فتعصب عليه هان وهدده انه لو جاب سيرتها تاني او ضايقه حسابه معاه مش هيبقى سهل. فاضطر ليه انه يكلمه باحترام وقال له انه مش ورا جريمه القتل اللي حصلت دي ولا كان يعرف عنها اي حاجه، وحتى ما وصلهوش اخبار من كيونج اليوم ده، لكن وصلت له الاخبار من شخص تاني، وان كيونج مش هو اللي قتل نائب الشمال، ولكن لما وصل شاف موسى هو اللي قتله، وعمل كده علشان غرض خفي جواه. لكن لما هو حاول يفسر اللي حصل شاف ان السبب هو انه يورطهم في اللي حصل علشان يقضي على وكالة المخابرات كلها. وبعد الحادثة دي فضلوا يحاولوا يقبضوا عليه بس معرفوش. وطلب ليه من هان انه يفكر كويس وهيوصل لنتيجة مهمة، وهي انهم زمايل وهدفهم واحد. بس هان قال له انه مش هيسيب غير لما يدفع تمن دم الناس اللي ماتت بسببه من غير ذنب. وسابه وخرج، وشاف باينج وهو داخل له، وجات له مكالمة من يوجي بتطمنه ان كل حاجة تمام وانها ورا باينج. ففهم هان ان اللي عند هان مش باينج، وفعلا ده كان موسى لابس قناع ومتنكر في شكل باينج. وجري هنا على الاوضه اللي فيها ليه، فلقاه مشنوق، فلحقه بسرعه ونزله وعمل له تنفس صناعي لحد لما فاق ورجع تاني للحياه. وقال له ان اللي عمل كده هو موسى، وانه كان في القوات الخاصه في كوريا. فراح هان زار زميل موسى اللي كان في السجن وهدده اما يتعاون معاه ويديله عقوبه مخففه او يرفض ويتعدم بقى. فاضطر انه يقعد ويحكي له كل حاجه عن موسى، وقال له ان اسمه مرتبط بكل الجرائم اللي ممكنه، ومعنى اسم موسى هو المحتل، ورجالته ملهاش اول ولا اخر، بيستخدمهم في كل جرايمه من غير ما يتورط في اي حاجه. وفهم هان انه علشان يوصل للحقيقه لازم يحل لغز موسى ويعرف مين اللي وراه. ورجع لبيته وفضل قاعد يفكر في الكلام اللي دار بينه وبينها، واتأسفت له على كل اللي عملته، وقالت له انها لو ما كانتش خبت عنه ما كانش كل ده حصل. فقال لها انه من النهارده مش هياخد اوامر من حد تاني. فقالت له ان المفوض رجعها تاني للعمل وطلب منها تكون فريق وانها هتخليه من ضمن فريقها بالشروط اللي تناسبه. ورجعت دول مكتبها من تاني واعتذرت لايوك انه مش هيبقى من ضمن فريق العمل الخاص بيها، بس هو ما زعلش. وراح هان ليوجي وبلغها انه هيستبعدها عن القضيه لان موسى بقاله فتره كبيره بيخرب خططهم وهو السبب في اللي حصل لزمايله، ومش هيسيبه الا وهو متدمر من كل النواحي حتى خطته، وممكن كمان يأذيه. فقالت له يوجي انها دعت كتير بان والدها يرجع لها بالسلامه، لكنه رجع
وحش وهي مستعده انها تشترك في سقوطه، واخدته وراحت لزميلها مسؤول التكنولوجيا علشان يحل شفره رسائل موسى. ولاحظوا انه نفس اسلوب كيون، وبعد ما اتكلموا معاه اتاكدوا ان هو مصمم الشفرات وانه بيساعد موسى، وراقبوه من بعيد من غير ما يحس بيهم، ولقوه ركب عربيه شكلها غامض جدا وراكب فيها شخص اسمه جيجي، وفضلوا ماشيين وراهم لحد لما وصلوا المبنى. فرجع هان وشرح للسلطات الموقف كله وجهز القوات، واقتحموا المبنى واشتبكوا مع المجرمين وقتلوا عدد كبير منهم. وشاف هان كيون فطلب من القوات وقف النار، بس للاسف كان قراره متاخر، واتصاب كيون برصاصه في كتفه. ولمح هان موسى وفضل ماشي وراه لحد لما وقف، بس موسى فجر قنبله وقضى على كل الكاميرات. فنزلت يوجي بنفسها ولقيته رافع مسدسه على هان، فنادت عليه وقالت له ان والدها وبرضه كان هيضربها، فضربته رصاصه في كتفه وجري استخبى وبعدها هرب. وكانت دو هتتجنن وتطمن عليهم بعد ما كل اجهزه الارسال اتعطلت، فاتصل بيها هان وبلغها باللي حصل واديت له امر بالانسحاب. وفضلت يوجي مع كيون في المستشفى، وبعد ما اطمنت عليه رجعت لزميلها على امر انهم يوصلوا لمعلومه جديده. وبعد تفكير عميق من الكل فهمت دو انه بيسعى وراها، وقالت لهم انهم لازم يستغلوا الفرصه دي ويجهزوا له فخ ما يعرفش يهرب منه. وقالت لهم ان ذكرى وفاه ابنها فاضل عليها يومين، واكيد هيجي لها في المقابل في سيول. وطبعا يوجي كان طول الوقت ده بتزور كيون، واعتذرت له وقالت له انها كان لازم تبقى حريصه عليه اكتر من كده وتهتم بكل تصرفاته. وخرجت من عنده دخلت اوضه النائب ليه لانه كان محجوز في نفس المستشفى، فجالها اتصال من اكتر شخص كان مهتم بيها في غياب والدها، وقال لها ان حصلت حاجه غريبه من فتره. وبعد ما عرفتها قابلت هان وقالت له عليها، وهي ان الشخص راح من فتره للاعتراف وقال انه اتحبس في اوضه ضلمه وبارده معاه لفتره كبيره جدا. وفي نفس يوم طلب منه زميله معروف وهو انه يقتله، وده لان اعضائه اتضررت من التعذيب، كان عايز يرتاح يا عيني. فضغط موسى على رقبته بايده لحد لما اتخنق زميله ومات، وخرج من رقبته عظمه وخلاها آلة حاده وخرج بيها من المكان. ومن يومها وهو عايز ينتقم من كل السلطات اللي حطتهم في الموقف ده وكانوا السبب في موت صاحبه. وفهمت يوجي انه بقى عنده فصام في الشخصيه وعايش على انه زميله، علشان كده ما عرفهاش ولا افتكرها. ورجعت تاني يوجي لزميلها، ومن كاميرات المراقبه وصلت لرقم العربيه اللي هرب فيها سامو. وجه ميعاد الذكرى السنويه لابن دو، ولانه كان عضو في الوكاله واتقتل في واحده من المهمات اللي اتطلبت منه، فحضر كل القاده الذكرى العشره دي، وكانت شبه احتفاليه لتخليد ذكراه وتمجيد اعماله المشرفه. وطلعت دو قالت خطاب وحكت ازاي ابنها مات ضحيه للمجرمين. وفي الوقت ده كانت قوات الامن بقياده دونج بيأمنوا الاماكن المحيطه بالسلاح والكلاب، وهان وكانج بيراقبوا المكان كويس جدا. واتصلت يوجي وبلغت هان بانها اكتشفت ان قايمه الحضور اتغيرت في اخر لحظه، والاختلاف في شخص اسمه يونج، فاتحرك هان بسرعه وسأل عن مكانه. ومن ناحيه تانية كان كيون مدبر خطه وضرب جرس الانذار في المستشفى وخلى الكل يخرج، وطبعا الكل هيخاف ويهرب من الحريق الا المرضى اللي مش هيقدروا يتحركوا، ومنهم نائب المفوض ليه. فراح له كيون اوضته وفي ايده مشرط علشان يقضي عليه. اما هان فلقى واحد واقف وحاطط ايده في جيبه، قبل ما يتحرك ضربه رصاصه في الجو وطلب منه يرفع ايده فوق، بس لاحظ ان في جهاز تحكم في ايده فضربه برصاصه في راسه وقرب منه علشان يشوفه كان هيطلع ايه، لقاه لابس قنبله، فبص للكل وهو مش عارف يعمل ايه، وخصوصا ان فاضل فيها 3 ثواني بس. وبنرجع تاني لهان اللي صرخ بعلو صوته في الكل علشان ينبطح، واتفاجئوا ان القنبله وقفت وما انفجرتش، وتليفون الشخص رن برقم مجهول. وطلع المتصل هو موسى وقال له انه مجرم ولا سفاح ولا بيقتل الناس من غير ذنب ولا ايه بالظبط، وقال له انه مش فاهم ازاي بعد كل اللي حصل وهو ماشي ورا الوكاله، مع انه عارف حقيقتهم وعارف انهم بيتصرفوا لمصلحتهم وبس. فقال له هان انه غلطان لانه شاف الحقيقه، بس من وجهه نظره لو غير منظوره للوضع هيشوف ان الحقيقه حاجه تانية خالص، وان الحقيقه في اللي في حياته دلوقتي وانه يقبض عليه. فقفل موسى الخط في وشه ووقف هان مش فاهم ايه اللي المفروض انه يتم. ويوجي هي كمان كانت وصلت للعربيه اللي كانت بتتتبعها ولقت في اخره قنبله وكان فاضل فيها 9 ثواني بس، فوقفت متجمده في مكانها ومش عارفه تتصرف ازاي. وعدى وقت القنبله وانفجرت، بس كانت قنبله كهرومغناطيسيه ما عملتش انفجار يقتل حد، لكن قضى على كل التكنولوجيا اللي في المكان المحيط. وحاول هان انه يوصل ليوجي بس ما عرفش، طبعا هي اصلا كانت مصدومه وفاكره نفسها ماتت، وفهمت انها قنبله مختلفه ولا تليفونها ولا عربيتها شغالين. فخرجت من المكان وشافت موسى بيركب عربيه، ومن
ومشي وحاولت توقفه بس ما عرفتش، فركبت تاكسي واستخدمت تليفون السواق واتصلت بصديقها وعرفت انها كانت في مبنى مصرف احتياطي ونقلوا الفرع المكان تاني، فقفلت معاه واتصلت بهان فقالت له المعلومات دي وانه رايح للمكان اللي فيه السجلات الماليه لاكبر بنك في كوريا، واتفقوا انهم يتقابلوا في جراج المبنى هناك واتقفل عليهم من كل اتجاه. فاتصل هان بدو وقال لها ان اللي هيقدر يحل المشكله دي هو كيون، ولسه دو بتؤمر العملاء انهم يجيبوه. جالها يوك وقال لها انه كان في المستشفى عند لي ولقى كيون كان هيقتله، فمسك ايده في اخر لحظه وجابه معاه المركز واتكلم معاه. وكان هان كل ده بيدور على مخرج من الجراج، فتواصل موسى مع دو قال لها ان مطالبه بسيطه جدا وقدامها خيارين، وهو ان تسلموا السجلات الماليه المتخزنه في المبنى او تضحي بحياه 33 شخص اللي في المبنى، وادالها مهله 3 ساعات تقرر فيهم. والفيديو ده اتذاع في البلد كلها في كل مكان. وبعد ما الفيديو خلص اتصل بيها وقال لها ان عنده شروط، وانه لو شاف اي عميل في نطاق 50 متر من مكانه هيعدم كل الرهاين، ولو حظرت الفيديو اللي بيعرضه برضه هيقتل كل الرهاين، وقفل السكه بعدها على طول. فطلبت دو من كانج انه يخلي كيون يساعده، فاخدوا لزميل يوجي علشان يتعاونوا مع بعض. وهان اخيرا لقى مخرج من المكان اللي هم فيه واتصلت بيه دو قالت له ان اول حاجه دلوقتي لازم يلاقي القنبله المسيطره على كل التكنولوجيا، وبعت لهم كيون مخطط المبنى كله وقال لهم ان احتمال كبير القنبله تكون فوق اوضه الكهرباء. وكان كانج شايف ان اللي بيعملوه ده غلط لانهم المفروض يدوروا على الرهاين الاول. فضل يتجادل معاها لان بالنسبه لدو كانت الاولويه لاموال البنوك لانها لو ضحت بيها فاقتصاد الدوله كله هيتاثر. وفي الوقت ده وصل هان ويوجي لمكان القنبله واكتشفوا انها مش حقيقيه، وفهم هان ان موسى متاكد ان الحكومه مش هتختار الرهاين وعايز يثبت كده للناس علشان الشعب يتقلب على الحكومه. ومسكوا تليفوناتهم علشان يبلغوا دو بس ما لقوش اشاره، واكتشفوا ان موسى شايفهم في كاميرات المراقبه وبعت لهم رجالته علشان يقضوا عليهم. بس هان قتلهم واخد يوجي وطلعوا على السطح وفضلوا يدوروا على اي حد من الحكومه في المكان المحيط لحد لما لمحوا دونج. فطلعت يوجي بطاريتها وبعتت له اشارات فهم بيها ان القنبله مزيفه، واتصل دونج بدو وبلغها بالخبر ده، فترجاها كانج انها تركز على الرهاين، فوافقت وبلغوا يوجي بالشفره ان الخطه اتغيرت. فراحوا يدوروا على طريقه يوصلوا بيها لمكان الرهاين، وعلشان يعرفوا مكانهم استخدمت يوجي بفكره عبقريه، وهي انهم يروحوا لاوضه البث ويشغلوا موسيقى في كل الاوض بالدور لحد لما يلاحظوا رد فعل الرهاين يبقى هي دي الاوضه اللي هم محبوسين فيها. وفعلا اكتشفت مكانهم بالطريقه دي، بس بدل ما يروحوا لهم يستنوا وصول رجاله موسى ليهم وقتلهم هان. وبعدها راحوا للرهاين وبقى يقتل كل اللي قابله في طريقه لحد لما وصل لاوضه الرهاين بس ما كانتش بتتفتح. واتصل بيه موسى وطلب منه يقابله عند السطح، فراح له هان وطلب منه موسى انه يرمي سلاحه وضربه رصاصه في رجله، وقال له انه كان فاكر انه اكتر شخص هيفهمه لان كل واحد فيهم قتل زميله وتعرضوا لنفس الظروف بالظبط. ففهموا هان انهم مختلفين عن بعض لانه معترف بغلطته وندمان عليها، وحتى بيتمنى ان حياته كلها تقف بسبب كده، لكن هو عكسه شايف انه مش غلطان. وفضل يسأل موسى عن السبب اللي خلاه اتغير كده. وبص موسى على شاشة المراقبة اللي فيها الرهاين ولقى يوجي وسطهم، وقال له هان انه ما تحولش الوحش زيه لانه كان ليه زميلة حولته وحسنت سلوكه، وزميلته اللي بيتكلم عنها دي هي يوجي، وقال له انها بنته. فحس موسى انه بينهار ووقع منه جهاز التحكم في القنبلة، فاخدوا منه هان بسرعة وضرب رصاصة في كتفه. فقال له موسى ان اللي معاه ده مش جهاز تحكم لكن جهاز بيطفي القنبلة ولازم يدوس عليه قبل ما القنبلة تنفجر. ووقف هان خايف يكون موسى بيخدعه وما كانش عارف يعمل ايه بالظبط. ودو واللي باقيين شايفين جهاز التحكم في ايده ومش سامعين ايه اللي ضرب بينهم، فامر المفوض القناصه بضربه وفعلا ضربوه في ايده بس كان وقف القنبله. ودخلت القوات طلعت الرهاين وشالت القنبله. اما موسى ففضل يترجى هاني انه يقتله بس هو سابه ونزل وقابل يوجي وطلب منها تطلع تشوف والدها بسرعه قبل ما يجرى له حاجه، وبرضه ما كانش عارفها وكلمها ان زميله كان عنده بنت جميله ومات بعدها. اما هان فقعد قدام الكاميرا اللي كانت بتبث فيديوهات موسى وقال اسمه ووظيفته، وانه من سنه اكتشف ان في وحش بيتحكم في الراي العام وبيتجسس على الناس وبيتلاعب بالقضايا علشان يزرع الخوف والرعب في قلوبهم. والوحش ده اسمه سانجموهو، ودي عباره عن مجموعه خاصه من وكلاء سابقين وحاليين من وحده المخابرات، ودول وحدوا قوتهم علشان يتلاعبوا بالانتخابات وعلشان يوقفهم اضطر انه يقتل زمايله وهو دلوقتي مستعد لاي عقاب. وقبل ما يقفل الفيديو طلب من الناس ما تنساش اللي ضحوا بحياتهم، وقال انه بعت قوائم باسماء وجرائم كل المشتركين في سانجموهو للاعلام، وقال كمان الرقم السري اللي بيفتح الملفات، وما قدرش يقوم من مكانه وفقد وعيه. وبعد 5 سنين كانت يوجي اترقت في شغلها، ولما راحت تمضي ورق من دو قالت لها انها جباره انها قدرت تستحمل كل ده، وحكت لها عن زيارتها لكانج في السجن لانه كان واحد من سانجموهو وما كانش زعلان، بالعكس كان مبسوط انه بيدفع ثمن اخطائه. وفكرتها ان هان هياخد افراج اليوم وكان دونج
هو اللي موصله لبيته، وقعد هاني يبص على صور يوجي، وبعدها خرج ولقاها بتتصل بيه فرد عليها، وقعد بالليل قدام النار يقرا الرسايل اللي كانت بتبعتها له وهو في السجن. ودي كانت النهاية. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد بنقدمه.